السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم ألف وصفة. كنتمنى تكونوا بألف خير، وإن شاء الله اليوم فيديو جديد. كنتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك، ما فيها باس إذا شفتوا الفيديو وعجبكم المحتوى ديالو تعملوا لايك وتخليوا لي تعليق. إن شاء الله عندكم الأجر إلا سعيتوا في الخير. اليوم غادي نشارك معكم البيتزا. كتجي رائعة، اسفنجية، كتجي هشة، كتجي فيها دوك الفقاعات رائعة رائعة، مع السر اللي كيخليها تجي ناجحة. السر ديال أكبر المطاعم ولا أكبر لي بيتزاريا. هاد السر هذا غادي يخلي هاد العجينة معتمدة عندكم دائما. غادي تجربوها وغادي تعجبكم إن شاء الله، وغادي نعطيكم معها أفكار ديال حشوات متنوعة. إذا ندوزو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات كنحتاج كميه ديال الدقيق الابيض والنصف ديالها ديال الدقيق الاصفر. ممكن تستعملوا دقيق القمح الكامل. ضفت فيه معلقه ديال السكر كبيره، ونص معلقه ديال الخميره الخبز، ولا معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه الملح، وعلبه ديال الياغورت بدون سكر. ممكن تعوضوها بجوج معالق من الحليب المجفف. والسر اللي تكلمت عليه في البدايه ديال الفيديو هو هذا. التقنيات ديال اكبر المطاعم ديال البيتزا ولا اكبر لي شيف هو هذا. يعني العجينه اللي كتكون ديال البيتزا تكون اختمرت من قبل، ولا لوفا. بمعنى ان في هذا الشهر الفضيل كنتناولوا البيتزا بكثره، وكل ما عجننا البيتزا كنحتفظوا منها بكميه في الثلاجه تقريبا واحد 250 غرام، ممكن تبقى حتى الاسبوع. هاد التقنيه كيستعملوها اكبر لي شيف باش كتجي العجينه ديالهم ناجحه. كما لاحظتم بعد ما ضعفت هذاك لو لوفا وداك العجينه، غادي نضيف كذلك نسم العجين ديالي على حسب الذوق ديالكم. انا نسمته هنا بمعلقه ديال القزبر المجفف، ممكن تنسموها بالزعتر او بالثوم بودره. كذلك ضفت في الماء بالتدريج حتى تعجن هذه البيتزا، كتجي كتلتصق باليد وتجي رطبه بزاف كما كتلاحظوا معايا. ضفت في الاخير واحد ربع كاس من زيت الزيتون، ثم وضعت العجين ديالي في واحد الانيه مدهونه بالزيت. غادي نغطيها ونخليها حتى تختمر مزيان. كيف ما لاحظتوا معايا العجين ديالي ضاعف الحجم ديالو. هنا كنحاول نخرج منه داك الهواء اللي فيه. لاحظوا الفقاعات اللي كيتكونوا، هذا دليل على نجاح البيتزا. الا كنتوا اول مره كتصاوبوا البيتزا يعني وما عندكمش داك لو لوفان ولا ديك العجينه اللي خامره من قبل، راه ضروري تخليو البيتزا ديالكم تختمر عده مرات، بمعنى انها كتختمر ويضاعف الحجم ديالها، تتخويو منها الهواء وتخليوها عاود تضاعف الحجم ديالها، وهكذا 2 إلى 3 المرات باش كتنجح معاكم. يعني تاخذ حقها في الاختمار. بالنسبه للعجينه ديالي قسمتها ل5 الكويرات، وغادي نبسطوها فوق كميه كبيره ديال الدقيق. حاولوا ديروا الدقيق الاصفر ولا الفينو، وتنحاولوا نخليو الجناب ديالها طالعين كما كتلاحظوا معايا. نصيحة مهمة، قبل ما نبسطوا الكويرات ديالنا لازم اننا نخليهم يرتاحوا باش تسهل معنا هذه العملية. كما كتلاحظوا غادي نكمل لي بيتزا ديالي. ضروري تبقاو ديروا الدقيق تحت من البيتزا باش كتجي مقرمشة من الفوق. وغادي نتكوها. قبل ما نتكوها انا وضعت هذوك لي بيتزا فوق الورق ديال المطبخ باش كيسهل عليا نقلهم من في دوك اللاطات اللي غادي ندخل الفران، او لا الصفيحه ديال الفرن. مباشره بعد ما تكيت هذوك لي بيتزا ديالي حاولت انني نملأهم بصلصه ديال الطماطم. هاد صلصه الطماطم ديجا حضرتها معكم في القناه ديالي، ما عليكم الا تشوفوا الفيديو. تتجي منكهه بشكل عجيب وتتجي احسن من ديال المحلات التجاريه. غادي نوضع فوق منها كذلك جبن موتزاريلا، لان البيتزا كيتماشى بزاف مع هذا الجبن ديال الموتزاريلا. الا بغيتوا ان البيتزا ديالكم تجي بحال ديال المطاعم، ما عليكم الا تكثروا هذا الجبن ديال الموتزاريلا فوق لي بيتزا ديالكم. وممكن تكتفيو غير بهاد المكونات بجوج مع وريقات ديال الحبق بحال البيتزا الايطاليه، والقليل من زيت من الزيتون الاسود، وتدخلوها الفران. وممكن ديروا حشوات مختلفه. هنا غنعطيكم بعض الافكار. بالنسبه للاقتراح الاول انا وضعت القليل من القمرون ولا الكروفيت مع القليل من السمك اللي شحرتهم في القليل من الزيت والملح والابزار. بالنسبه للحشوه الثانيه كذلك وضعت الشرائح الديك المدخن.
اللي قطعتها شرائح رقيقه وضفت عليها الفطر كما كتلاحظوا معايا هنا. هذا الفطر ولا لي شامبينيون شحرتهم كذلك في القليل من الزيت مع الملح والابزار والقليل من الثوم بودره. زينت لي بيتزا ديالي بالزيتون. بالنسبه للاقتراح الثالث غادي نستعمل القليل من الكفته. ممكن تستعملوا الدجاج كذلك. انا استعملت هنايا الكفته ديال البقري. درتها بحال هكايا خضره لان غادي تاخذ الوقت تطيب مع البيتزا. كذلك بالنسبه للحشوه الرابعه غادي نوضع فيها شرائح ديال البصله تكون رقيقه، نص بصله تقريبا غادي تقطعوها شرائح رقيقه بزاف مع الفلفله الخضراء اللي قطعتها دوائر، وغادي نزين بالطون من الفوق. بالنسبه للحشوات كما كنقول لكم تتبقى اختياريه على حسب داكشي اللي متوفر عندكم، على حسب الرغبه ديالكم والاذواق ديالكم. قبل ما ندخلوا لي بيتزا ديالنا الفرن ضروري اننا ندهنوا الجوانب ديالها بزيت الزيتون، وهذا السر كذلك من الاسرار ديال نجاح البيتزا. الجوانب ديالها تتبقى هشه وتتبقى طريه وما تتكونش قاصحه اذا تندهنوها بزيت الزيتون. وكذلك قبل ما ندخلوا البيتزا تنحكوا عليها القليل من الزعتر من الفوق، وعاد غادي ندخلوها الفران. الفران لازم يكون ساخن جدا، يعني درجه حراره عاليه. مني تدخلوا البيتزا ديالكم تخليو ديك الدرجه د الحراره عاليه وتحطوا البيتزا في الرف الوسطاني شاعلين عليها من التحت ومن الفوق، ما خصهاش تاخذ الوقت بزاف في الطياب. كما لاحظتوا معايا بسهوله جريت ديك البيتزا وضعتها فوق ديك اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. وهذه هي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت كتاخذ معنا تقريبا 10 حتى ل 12 دقيقه على الاكثر، ما خصهاش تبقى بزاف في الفرن. ولاحظوا معايا كيفاش كتجي رطبه، تجي رائعه. يعني هذا العجين هو المعتمد عندي وكنتمنى تجربوه وان شاء الله غادي يكون معتمد عندكم. وحشوات اللي تجي لذيذه بزاف كما لاحظتوا معايا. زينت بشرائح ديال كذلك الفلفله حمراء باش كتعطيني هاد لي ديكور في لي بيتزا ديالي. كنتمنى لي بيتزا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تطبقوها. ما تنسونيش من